إيه هي قاعدة ال20 ساعة؟ قاعدة ال20 ساعة مش اختراع جديد، الفكرة طرحها المؤلف جوش كوفمان في كتابه المشهور أول 20 ساعة، كيف تتعلم أي شيء في 20 ساعة. الفكرة الأساسية ببساطة هي إنك مش محتاج 10,000 ساعة عشان تبقى خبير عالمي في مهارة، أنت بس محتاج 20 ساعة عشان توصل لمستوى كويس في المهارة. السر كله في الفرق بين الاحتراف العالمي والوصول لمستوى كويس. 10,000 ساعة الرقم ده محتاجينه لو انت عايز تحترف في المجال، زي الرياضيين الأولمبيين أو المبرمجين المحترفين، دول بيتدربوا أكتر من 10,000 ساعة عشان يبقوا الأفضل في العالم. 20 ساعة الرقم ده محتاجينه لو انت عايز توصل لمستوى كويس في المهارة، عشان تقدر تعمل حوار بلغة معينة، عشان تقدر تصمم لوجو على فوتوشوب. قاعدة 20 ساعة مش بتوعدك إنك هتكون خبير، هي بتوعدك إنك هتعدي مرحلة أنا مش عارف أي حاجة لمرحلة أنا بعرف أعملها.